فاليوم أيها الأخوة أمامنا جميعا كأبناء لهذا البلد أمامنا الكثير من المهام، أمامنا الكثير من المسؤوليات، وتأتي وتبرز بالدرجة الأولى من هذه المهام وهذه المسؤوليات العمل جميعا من أجل المحافظة على كيان واستقلال كويتنا الحبيبة. والمحافظة لا تأتي بالكلام، إنما تأتي بالعمل الجاد الدؤوب، بالتعاون، بالتآزر، بالتشاور، بالتفاهم في كل قضايا الكويت، إعلامية وسياسية واقتصادية وأمنية. يجب أن نعمل جميعا. قد نختلف بالآراء والأفكار والأطروحات، ولكن يجب أن لا نسمح لأي واحد منا أن يختلف فيما يتعلق بكيان الكويت واستقلالها وسيادتها وعزتها. نختلف نعم، ولكن نبقى دائما أخوة. شعار الجميع المحبة، شعار الجميع التعاون، شعار الجميع التآزر والعمل والسير في طريق واحد. هذا الطريق الذي يكفل للوطن وللمواطنين مزيدا من الرخاء ومزيدا من الازدهار ومزيدا من الأمن والأمان. أنا أعرف بأن هذه مسؤوليات كبيرة ومسؤوليات جسام، ولكن من يقرأ تاريخ الكويت يجد أيضا أن الآباء والأجداد مروا في أزمات ومروا في محن تختلف هذه المحن، ولكنهم صمدوا وعملوا من أجل المحافظة على هذه الأرض الطيبة. ونحن اليوم أيها الأخوة أبناء وأحفاد أولئك الرجال الذين ضحوا بكل شيء، ضحوا بالغالي والنفيس من أجل الكويت. نحن اليوم أيها الأخوة أبناء أولئك الرجال نحمل نفس الرسالة التي تحتم علينا جميعا بدون استثناء المزيد من التعاون، المزيد من التفاهم، المزيد من التآخي، المزيد من التآزر. مهما اختلفنا في الآراء والأفكار نعمل جميعا من أجل المحافظة على أمن الوطن في الداخل والخارج. أيها الأخوة، أريد في نهاية هذه الكلمة أن أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يسكن شهداءنا فسيح جناته، وأن يفرج عن أبناء الأسرى والمرتهنين من أجل أن يلتقوا قريبا مع أهلهم مع ذويهم. ونذكر أيضا قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والله أسأل أن يوفقنا جميعا لخدمة كويتنا الحبيبة في كل ميدان برعاية قائد مسيرتنا وراعي نهضتنا حضرة صاحب الزمن حفظه الله. وشكرا أيها الأخوة.